أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنت سميتي غيث مثلا للدرس نعدان نبذا السنن المؤكدة. السنن المؤكدة ثلا صلاة الوتر، ثلا صلاة عيد الفطر، عيد الأضحى، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف. بمعنى كي نقول كسوف معنى كسوف الشمس، ذهاب ضوء الشمس كليا أو جزئيا. صلاة الوتر انتهينا منها والحمد لله بجميع تفاصيلها الفقهية، استثمارا للزمن فلا نعيد، نشرع مباشرة في موضوع اليوم وهو صلاة العيدين. زرميت مثلا المفروضات نفكثنت، الصلوات المكتوبات فكثنت، من بعد نكشم دي السنة المؤكدة فصليت الوتر، صلاة الوتر نشرح لي الدرس عندنا تفاصيل نس. هسه نبذو ذي صلاة العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. أولا المقدمة دينية مدينة العيد ذي تعرف في اللغة العربية مشتق من العود، كلمة مشتقة من العود. العود أين دي تغالا المعاودة أو الرجوع، أين دي تغالا سمناس العيد خاطر يتسغالد كل سقاس يتسغالد العيد ذا مشطوح، يتسغالد العيد أم قران. وقيد المعنى اللغوي كلمة العيد تساد سي العود، المعاودة من الرجوع، أين دي السغالا. إلى المعنى وايض ذي الفرح، ذي الفرح دي السغالا. لو كان قالت قبايلي ما كايني والله الفلاني ميديوسا ما كند العيد، يون مالاي غاف يسالسيني أما قور العيد يا هكا. عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيه تجديد. أولا مشروعية العيد، مسائل العيد كثيرة، يعني نحاول نستثمر الزمن في ذكر أكبر قدر ممكن من المعلومات. أولا مشروعية صلاة العيد، ربي فصل لربك وانحر في سورة الكوثر الآية الثانية، جاءت في أقصر سورة في القرآن وهي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلاة العيد شرعت تشريعا تقدر تقول في نهاية السنة الأولى من الهجرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة بعد تشريع الصيام. يعني زرمي قوجر النبي صلى الله عليه وسلم سيمكر المدينة، نزلت التشريعات، والتشريعات من خصائص القرآن المدني. بين قوسين القرآن المكي ذي القرآن دي نزل قبل الذي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. القرآن المدني ذي القرآن دي نزل بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم سمكا المدينة، حتى ولو نزل بالمدينة بعد الفتح، بمكة بعد الفتح. ماشي القرآن دي نزل دي المدينة اسمه المدني وين مكة اسمه المكي. هذا معيار ضابط، ولكن الضابط الصحيح أو الأصح هو القرآن الذي الضابط هو الهجرة النبوية. الهجرة النبوية القرآن دي نزل قبل الذي هاجر النبي عليه الصلاة والسلام سي مكة المدينة، وجي قرنس القرآن المكي ولد ينزل في اللاس بعد ميهوجر غير المدينة اسمه القرآن المدني. وزرا من بعد لا الفتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام يغادر من مكة المكرمة وينزل في القرآن، ولكن نقرا وجي قرآن مكي الدين القرآن مدني، خطر الخصائص ينس احتفظ بها هي باختصار
القرآن المكي يؤكد على أصول الدين، على أصول العقيدة، يهضر يتمثل في الإيمان بالله، الإيمان بالرسل بالكتب، كقوله تعالى في سورة الأنبياء في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. آية مكية. ولكن القرآن المدني من خصائصه التشريع. التشريعات ينزل تشريع تحويل القبلة، زرم القبلة ثلا بيت المقدس في فلسطين، من بعد يظهر التحويل يغلى المسجد الحرام. فقسن في سورة البقرة بالتفصيل الآيات يدي مسلاين في تحويل القبلة، فقي آيات تشريعية ظلن نسلم البيت المقدس بفلسطين، وغالن ظلن المسجد الحرام بمكة المكرمة. لذلك الجامع اسم مسجد القبلتين، وكذا يروح لنا المدينة المنورة ثفن، وكذا يروح لنا ثفن اسم مسجد القبلتين. عند يظهر تحويل القبلة، إذا صلت السمك الصحابة يظل ركعتين البيت المقدس، ركعتين ثياب يزور ثنت المسجد الحرام بمكة المكرمة. تنزيل إذن التشريع ينزل تحويل القبلة، تشريع وايض، تشريع الصيام، تشريع الزكاة، زيد حتى تشريع الجهاد في سبيل الله. كل هذا يعني وغيرها من التشريعات نزلت في القرآن المدني. من خصائص القرآن المدني أنه يشرع في تشريعات تضبط حركة المسلمين في جميع مجالات الحياة. آية الدين وهي أكبر آية في القرآن، آية القرض، الآية ثنقروث، الآية 282 في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سيقول الآية ثم قرانت أتستفضي سورة البقرة الآية 282 هي آية مدنية، خطر نزلت بعد الهجرة وفيها تشريع وغيرها من التشريعات نتاع تحريم الربا وغيرها من المسائل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تظل يقزل تمزورث العيد ذي العيد الفطر بعد ميقوزان صيام رمضان، تشريع رمضان يوزاميث يكفى رمضان يظل تظل عيد الفطر، ماشي عيد الأضحى، عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة النبوية. ثانيا حكم صلاة العيد، حكم التكليفي، صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى سنة مؤكدة، ولكن سنة عين ماشي سنة كفاية، وهو القول المشهور، القول المشهور في الفقه الإسلامي سنة عين مؤكدة، هذا هو حكمها التكليفي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مواظبا على صلاة العيدين إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى، وثقي غادي يفقن باللي هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. هذا دليل آخر. فصل ربك وانحر، اسمعنا الآية في سورة الكوثر: أرنو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين، إظل تظل في العيد مشطوح ثوك العيد تمقرت المي يموت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نكمل نختار بعض المسائل، خاطر مسائل فقهية كثيرة هذه صلاة العيدين، ولكن انتقاء. ثالثا شروطها، شروط صلاة العيدين. الشرط أمزوارو الذكورة، ولكن بالنسبة للنساء أديني بالنسبة للنساء مندوبة مستحبة، ولكن بالنسبة للذكور سنة عين مؤكدة، عين ماشي كفاية، سنة عين مؤكدة للقادر ولغير المسافر، سأذكره بعد حين. بمعنى إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أم عطية هي ترويه وهي راوية الحديث، سند أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في العيدين بالخروج في العيدين، العيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، أمر
النساء. تجد الحديث يدوي باش نبين مندوبية صلاة العيدين بالنسبة للمرأة. إن ما عدا النساء، حتى النساء ذوات الأعذار، ذوات الحيض، الحائضات أو الحيض يخرجن أيغر. إن ورد في الحديث يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حديث صحيح. يعني حتى النساء اللي عندهم أعذار يخرجن. وطبعا صلاة العيد تصلى في المصلى ماشي داخل المسجد، برا، باش تبين بهجة العيد. في قد يسعن ونساء الأعذار ظلت مع المسلمين، في قد يسعن الأعذار أكد يسأل الحديث إنك يشهدن الخير ودعوة المسلمين، الدعاء نجي سلمان يوم العيد إلى آخره، وإن شاء الله دعاء مستجاب. والحديث يجي موجود، وحديث صحيح أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. الشرط الثاني الذكورة. الشرط الثاني هو البلوغ. ذكرنا الذكورة الشرط الأول، الشرط الثاني البلوغ معناتها بمفهوم المخالفة الصبية، الصغار ماشي شرط تظلم، ولكن مندوب أيضا في حقهم. الصغار ما دفغن ديجا دي تسكن يعني البهجة للعيد راش مش تحمر حضرا، هذا حضرنا لعبنا تصلصاني إلى آخره ودسن حكمه مما يعني الندب. وين يبغى يظل ونوصل يحضر يشهد الخير أيضا ويشهد دعوة المسلمين. الحديث الذي يستشهد به هو حديث ابن عباس: إن خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب. نستشهد بهذا الحديث أولا أنفهم باللي تصلي في سم زوروث زرم العيد ماشي من الجمعة أنزور ذي الخطبتين أن بعد نزال صلاة الجمعة، ولكن ذي صلاة العيد أنزور ذي الظليث بلا أذان ولا إقامة، بلا الأذان ورسع الأذان ورسع الإقامة. هذيك الشيخ هذه الظال أنزال ورسع الأذان ورسع الإقامة، أنزور ذي الظليث أن بعد تأتي الخطبتان، خطبة العيد. إذن نستشهد بحديث ابن عباس لبيان هذا الأمر، أن الصلاة تسبق الخطبتين في العيدين، تظل تسجيل الخطبتين العيدين. وذلك هذا قد نستشهد بهذا الحديث أمر آخر: ثم أتى النساء، النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ثم أتى النساء، يروح النبي عليه الصلاة والسلام الثلاوين، وطبعا مكان الذي فرى هذه المصلى، فوعظهن وذكرهن، يفكاسنا الموعظة وذا يعني سميتها تنتيد ذكرهن، وبعدين وأمرهن بالصدقة، يمرثن الصدقة صدقا. وهذا الحديث له يعني متعدد الطرق، يعني متعدد الروايات، والمعنى نفسه واحد. نفتح قوس لذلك لان في بعض المساجد خاصة في القرى من المي فوق تصلي تصدقا ثلاثة كده ولا شت يثذرين ماشي ثمثينين نكمل تصلي كل واحد يروح بثذرين ثلا لان ثذرين لسه ذي المدينة المنورة لسه في القرى ماشي في المدن عندها إمذانا ميكفى الظليث تصدقا، الرجال والنساء يرجزن تصدقا ثلاثة ونشجع تذرين من الصديقين الفقراء والمساكين وكذا باش فرحن الفقراء في هذا اليوم. وفي بلادنا في بعض القرى ما يزال هذه العادة موجودة بعد كل في صلاتي عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك. شكون ممكن يعطي الشهادة نتاعو ذي ثدرت نسن ديني؟ الله يبارك ما شاء الله. ومازال سالسة تحبس
سقسمي دشفيا سقسمي سير 7 سنين أرسا لم تنقطع يتدرث مستحيل هذا قيمة صديقنا رقوس العيد مستحيل الراش مشتاح حفظا تبرع مري حضرك ندي وين دعوة الخير اديول كل 100 فرنك سيدي يفك اسفك دعوة الخير ان شاء الله ما تسرب حوض ان شاء الله تنجح حوض ان شاء الله غادي يفرح هذا ما شاء الله وين قرانون والفرد صديقا ده غادي صدقا لانه قاعد يسوى فن ذينا دي صلاه العيد هذه يقال يتدرب وثلاونه تشجيع انت وتصديقا الجهه السنه دا زلات. اذا نستشهد بهذا الحديث ونستدل به لبيان هذا الامر. وفي امر اخر نستشهد بهذا الحديث ان ابن عباس وهو راوي الحديث كان صغيرا وشحال من الاحاديث اللي رواها ابن عباس على صغر سنه بين قوسين في موضوع مهم في علم الحديث اللي هو اللي يسمى طرق التحمل والأداء. العلماء أجازوا تحمل الصغار وأداء الصغار للحديث. شحال من الأحاديث اللي رووها الصغار يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأحاديث ابن عباس كثيرة يرويها وهو صغير ويتحملها. صافي إذن البلوغ شرط مزور الذكورة. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث الإقامة بمعنى المسافر لا إلا العبد الله مسافر ماشي شرط هذه الزال صلاة العيد خاطئ. حتى صلاة الجمعة سقطت عنه. صلاة الجمعة اللي هي فرض ما توجب ولا فلاس خاطر ذا مسافر. وزرام أحكام السفر أولا جمع الصلوات الظهر والعصر، يعني الصلوات التي تشترك في الوقت ما يسمى بالظهرين والعشاءين. الظهران العشاءان. الظهران يشتركان في الوقت يعني الظهر والعصر، العشاءان المغرب والعشاء. يجوز يولد المسافر هذه يجمع يرتزل ليثن طهور أكد العصر وذاغ المغرب العشاء. أما كان داغ يجوز هذه يخدم يارسن تومي قارن جمع التقديم جمع التأخير أنت الظل قبل في أول وقت الظهر هذه الظل طهور ركعتين وهذه نوصل العصر ركعتين. طبعا يكون إما دخل في السفر ولا خرج من الديار يفاصل الزون عند يزدغ في الإقامة ينس من بعد يشرع له يجوز له الجمع سواء بالتقديم أو بالتأخير. أن تجمع مع وقت العصر يجمع ظهر العصر وكذلك المغرب والعشاء. في كذلك رخص خاصة بالمسافر وتسقط عنه صلاة الجمعة وكذلك تسقط عنه صلاة العيدين خاطر مسافر. وكذلك لمن كان بعيدا عن مكان إقامة الصلاة التفضيون يفعذ غاس ماشي ذا مسافر. أم ذاكي مثلا ذراع مخدة مسجد التقوى ذاكي التفضيون يزدغ يفعذ الزايف لاس باش دياس تسقط عنه صلاة العيدين ويجوز باش تيزل الخامس تيزل واحد ركعتين. وهذا يصدق حتى لمن فاتته صلاة العيد في كل سوال قصة العيد بعد الإمام ميقوغال الخطبتين هذا دكش من الغش ثلاثة مش ياخذ ما يصل ركعتين لأن وقتها يمتد إلى وقت الزوال صفة الظل. وسنشرح هذا حينما نتحدث عن وقت صلاة العيدين. يلا صافي إذن الإقامة وجي الشرط الثالث. الشرط يوصل 4 أداؤها مع الإمام جماعة، يعني الشرط أن تصلى مع الإمام جماعة إلا لمن فاتته وين فات الله غالب نيود القرار نكوني يمكن نسلم كل يوم الظل العيد واحد اسمه خامس لا أغدي جمع العيد أغدي سلوك العيد ونظل جميع أكني مع الإمام جماعة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر
والأضحى إلى المصلى. إذن فهموا باللي تصلى في المصلى ماشي في المسجد. فأول شيء يبدأ به الصلاة، هذه الزلط طبعا، هذا تأكيد للحديث المذكور، ثم ينصرف، يعني ينصرف من المحراب أو من مكان من محراب صلاته. وطبعا المحراب عند يظل الإمام سواء في خارج المصلى أو في المسجد للضرورة، يعني المفروض تصلى خارج، بكري كان تصلى خارج. فيقوم مقابل الناس، هذه قبل مذانا المصلين، وبعدين والناس جلوس على صفوفهم، يعني كل يوم تقوم كنيس فيعظهم ويوصيهم. يعني إذا قيل آخر الحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. أما كدنا وين ثفات تظليث صلاة العيد، هذه الظل وحد الصلاة يعني ركعتين. ثورة أد المسلاي في نقطة ثيص 4. رابعا وقتها يبدأ من وقت حل النافلة، يعني تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة سقسمي أرادي الشرق يطيش، لكن كدي الشرق يطيش حوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة ذينا يبدأ حل صلاة النافلة وصلاة الضحى. فبالتالي الوقت نرى يبدو الوقت نتظليث أما العيتم مشطوح أما العيتم قرانت، ويمتد إلى غاية الزوال، يعني نزمر نزل في 9، نزمر نزل في 10، نزمر نزل في 11. ولكن يستحب التعجيل بالصلاة، صلاة العيد في عيد الأضحى، وتأخيرها قليلا في صلاة عيد الفطر. وزرم السبب أيغر، أولا كلاهما يستحب التعجيل بهما، هذا قاسم مشترك بين صلاة العيد عيد الأضحى وعيد الفطر. أيغر باش الغاشية أضروحن لشوال نسن ما ذي العيد ثم قرانت أضروحن للنحر، فصل إلى ربك وانحر، فصل إلى ربك وانحر، أضروح نزلون الأضاحي. ما إلا ذي العيد مشطوح أضروح ندغفرا، لأن صلة الرحم مطلوبة أيضا في سائر الأيام، ولكن مطلوبة أكثر في العيدين. والزرامة كان ممذي العرف النغ يغرد الميزان غاسي مذان أنها فرطن قدامنا نسن ديك زوران نسن، ولكن ذي العواشر تسم غفرا، ذي العواشر تسم غفرا، وكذلك صلة الرحم، زيارة الأقارب إلى آخره. وهذا مقصود، وهذه عبادة من العبادات. خطر ما يليوني الزول ما شاء الله يحضر تظلي في الخطبتين ويكبر إلى آخره، ولكن يقطع الأرحام وقاشو ثيون يجزمي زورا في شركين أكو ذي مولانيس أكو ذي وثمثنيس العموميس خواليس إلى آخره. وطبعا أغفل مقران جنس من ذا فظلت العيد تشور الجوامع الله يبارك إذا ظليت ما شاء الله. ولكن مثل غلط ترجمة الفرحة العيد أو مقصد من مقاصد العيد عمليا، هذا للأسف كثيرا ما يتخلف في حياتنا، نسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. إذن وقت صلاة العيدين يبدأ من وقت حل صلاة النافلة وينتهي مع الزوال، ببض وقت الزوال ذاين. وصلاة العيد لا تقضى، وسقرارة تزرد في الوحدة في الزوج خاطر فات ذاين. صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى لا تقضى، والزميضات تغرمض ما تقضض هكا. ثورة كيفيتها حديث ابن عباس نعود إليه. واحد ابن عباس روى الكثير من أحاديث العيدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه. يعني ولاش صلاة النافلة لا قبليس ولا من بعديس. تشوفوا بعض الظواهر بعض الناس خدم النافلة
قبل تصالة العيد لا، ولا قاعد يخدم بعد، لا هذه لا تلك، لم يصلي لا قبلها ولا بعدها ولاش النافلة، ولكن شوية لأن التكبير اللي كثير من الناس أو قليل من الناس زيك ولاش زيك 100% تذكر الغاشي، تذكر الغاشي يقص العيد، هذا صدق العيد تصل الذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تصل الذكر تصل عن بعد الغاشي تذكيرا 100% ماشي 99 100% يسموه النخ. مذهب المالكي وهو الثابت في الصحاح والثابت في عمل أهل المدينة، ولكن يسديون الزمان تسعدي صلاة العيد من الجنازة ثورة يسموه النخ، والأمر سأعود إليه بعد حين، خطر هي مسؤولية جماعية سأعود إليه بعد حين. إذن تظل كيفيتها أنزل ركعتين صلاة العيد، بعدهما الإمام يستقبل الناس ويصلي ويخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، أما الخطبة اثنين الجمعة كيف كيف. سادسا سننها ومندوباتها، أنت نجمعك. أول سنة هي التكبير قبل القراءة، يعني الإمام قبل ذي ملك الظليثة نهدرتها في الظليث، نهدر السنن عند الصلاة يناد الله أكبر. في الركعة الأولى طبعا يكبر تكبيرة الإحرام وبعدها يجيب 6 تكبيرات، يكبر 6 أديني الله أكبر تكبيرة الإحرام، وبعدين يكبر 6 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين الحمد لله رب العالمين. هذه بذو هذه غير سورة الفاتحة هكا. وقف في الركعة الأولى. في الركعة الثانية سنقص كان يوث، بمعنى يكبر تكبيرة نتاع القيام، ودين قرأت تكبيرة الإحرام داكي هذه تكبيرة القيام، وبعد تكبيرة القيام يكبر 5 في الركعة الأولى. بعد تكبيرة الإحرام يكبر 6 في الركعة الثانية. بعد تكبيرة القيام يكبر 5. إذن ركعة مزواروث مدينة تكبيرة الإحرام أديوي 6 تكبيرات، هذه كبر ربي سبحانه 6 مرات. ملك راكني ثاني قرص تكبيرة القيام أذ يرنوذ فيرس 5 تكبيرات، هذا ثاقي سنة. وطبعا ما يتسو، يعني ممكن واحد منكم يصلي إماما ويتسو وانت دينا قبل ميقفى القراءة يكبر بعد القراءة، وممكن يصوت بعدين الله أكبر وبعدين الحمد لله رب العالمين تفضيض كمل. والغشا كاينين سبحان الله معناه أكيد سميتين بيت غلظاظ. كمل سورة الفاتحة، أرنوث سورة مثلا سورة الأعلى وهي من السنة كذلك تقرأ، وسورة الغاشية في الركعة الثانية. من بعد سورة الضحى، والضحى في الركعة الأولى، السورة الثانية الركعة الثانية والليل إذا يغشى سنصل إليها بعد حين. ميلا مدني ضاك يدرين سبحان الله اسمك تنكيد مثك في سورة الفاتحة وكت سورة كبر 6 على أساس أنه تخدمت تكبيرة الإحرام كبر 6 مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولكن ثقي فيها مغامرة، لو كان يذكر الله أكبر لغاش ركعان. لذلك الإنسان يحرص وما يتثنتك يسجد سجود السهو بعد السلام قبل السلام، خاطر سجود قبلي خاطر يسنقص هكذا صافي. ثقي السنة مزورث نغد العنوان سننها ومندوباتها انت نجمعك في سيكلت في سناث إيقاعها في المصلى، أداء صلاة العيد في المصلى
ماشي في المسجد، المصلى معنى يكون خارج المسجد برا. هاد خدمنا كاين تحطها كني، وتصلى في الساحات، وتصلى في الملاعب ديال الاستاد. السني ماشي البالون، السني تظليت، أليس كذلك؟ فبالتالي ديننا أفضل، وهذه يعني يندب أداؤها وإيقاعها خارج المسجد في المصلى أو في الساحات في الفضاءات المعدة لذلك. في 3 يندب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط. يا أخي تكبيرة النية هذه كبر كان ديني الله أكبر تكبيرة الإحرام، من بعد ثياض ماشي كل مرة يخدمها كاين، هذه في فاسنس خاطئ. يندب يعني وإذا رفعها لا حرج، إذا رفع اليدين في كل تكبيرة لا حرج، ولكن يندب في فقهنا المالكي فقط في تكبيرة الإحرام فقط. في 4 يندب الموالاة بين التكبيرات بغير فاصل ولو بذكر أو بدعاء، بمعنى أديني الله أكبر، من بعد هذه شوية الوقت المأمومون باش دينين الله أكبر، وبعدين الله أكبر الله أكبر، الموالاة يعني بلا فصل. في 5 الجهر بالقراءة، ولكن إذا صلاها سرا فيجوز الجهر بالقراءة باش الإمام يقرأ الجهر، أدي جهر يكون أسنسمح. في 6 يندب الأمر مستحب قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقراءة سورة الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة، سورة والضحى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية والليل إذا يغشى يعني. ولكن إذا قرأ آيات أخرى أو سور أخرى يجوز المكان حتى حرج. في كذا كلها مندوبات مستحبات. أسرع قليلا. 7 خطبة العيد، الخطبة تاع العيد يندب في العيدين طبعا خطبتان بعد الصلاة كخطبتي الجمعة، والخطبتان مندوبتان لا واجبتان، ما هوش واجبات. طيب من مندوباتها لازم الجلوس الخطبتين، يعني الجلوس طبعا بين الخطبتين. ومن مندوباتها الاستماع والإنصات الخطبتين مع انتهى المصلين إلى قد قيمنا السن الخطبتين نكون يثمور ثنا الغشاء وكتصلي من الخطبتين، أليس كذلك؟ ذي مكة والمدينة خاطر شكون اللي دار صلاة العيد في مكة ولا في المدينة؟ الحجاج غادي داروها. وصلاة عيد الفطر أيضا أكن راه يكمل الشيخ صزاليث لي بورطابل. سمحتي أول مرة يزول غدينا ورفي غير الخشوع يثدرتي وخير ندين يثدرتي وي خير يعني الفوضى ولاش المغافرة ولي قاد الصند كان كي 3-4 وياض يثدرت ياك من مقادي مخاصمة من مقادي ياك يون الجمال يون الشرم الله يبارك يون ما شاء الله، واكيد ديرنا كيف ولكن الناس تسمع ويضفغن اكشوش من فلاش ما تسمعش خاطر يتعقيض يتسوغوا التليفونات والى اخره. لذلك يعني ولكن سبحان الله في قرى المدينه المنوره الناس تستمع يثذرين السرب تثذرين سبحان الله العظيم. صحاب ثمدين سيمي سيفيليزي سيما يا لطيف سيفيليزي يولدي قيمة سيدي دي عمل أهل المدينة مستقر على هذا يكفش ينصحونا يوجهونا نحضر الدعاء. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاوين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. يعني الشيخ يدعو راه يذكر ربي ويوعظ ويرشد ويذكر وينصح ويوجه ونكوني غافلين ونفذال باتيسري وكذا الى اخره. لو الشر من جمال العيد ماشي هكذا.
لذلك باش ذكرت لكم فيما سبق عمل أهل المدينة أصل من أصول الفقه المالكي، وذيك الخير ذم قرآن ذم قرآن ذم قرآن، خطر فيه فقه وفيه أدب، فيه فقه وفيه احترام وتقدير، فيه فقه وفيه ذوق. اقرأوا تتبعوا عمل أهل المدينة ستجدون ما استمعتم إليه. إذن من المندوبات الاستماع والإنصات الخطبتين، من المندوبات استقبال الخطيب، الخطيب يستقبل أكناس، من المندوبات الاعتماد على العصا أعكواز أما ذي الجمعة الخطبتين أعكواز، أما ذي صلاة العيدين. هذه رسالة إلى الشباب الذي لا يفقه شرع الله ولا يحترم الموروث الثقافي للأمة، كل شيء ساكين غلط. زيد التكبير، التكبير ذا الأمرين، قبل الصلاة تكبير وعند الصلاة تكبير، ولكن قبل الصلاة بالجهر وعند الصلاة بالسر. الشيخ ماردين خطبة الله أكبر الله ذينا نكون يندب أن نسر، ولكن قبل الصلاة لا، قبل الصلاة يندب الجهر أنسل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والحمد لله. هذا في الحرمين الشريفين الحمد لله أمر معلوم. سلم واللي حضر يحضر واللي نحضر يسلم، أميك تكبيرا يعني بالجهر، وهذا اللي بين فرحة العيد بهجة العيد، وهذا من تعظيم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله. نرفع الأصوات ونكبر وتكبر معنا الملائكة والحجر والشجر إلى آخره. وكذلك استفتاح الخطبتين بتكبير أيضا. شوف التكبير هو الغالب، هو الغالب في العيدين. شوف ذي الصلاة ذي الخطبتين، قبل الخطبة الخطبة الأولى قبل الخطبة الأولى 9 مرات وهو يكبر 9 تكبيرات، و7 بعد تكبير بعد الخطبة. سبحان الله، 9 قبل و7 بعد، تكبير تكبير يلا. ولكن كما قال الله لا. وكاين مندوبات أيضا ليلة العيد ويوم العيد، أذكرها جملة كم بقي. ثمزوروث إحياء ليلة العيد بالعبادة. ورد حديث ضعيف في هذا الباب يأمر المسلمين بإحياء ليلتي العيدين بالصلاة والذكر، ولكن حديث ضعيف. الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو ممن تحدث كثيرا في هذا الموضوع، يعني حكم العمل بالحديث الضعيف، قال شو دينا إنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط. الشرط من هذه الشروط أن يكون لذلك العمل المأمور به أصل في الدين. وقلنا القيام يسعى الأصل، لأنه في أحاديث كثيرة جدا بشأن قيام الليل، وأن صلاة الليل هي أفضل صلاة بعد المكتوبات. صفي مسألة القيام وقال كان فقه. وقال حافظ ابن حجر العسقلاني أنا صاحب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وأعظم كتاب جامع لأحاديث الأحكام هو هذا الكتاب اللي جمعه الحافظ ابن حجر العسقلاني. إن أنه صلاة إحياء ليلتي العيدين ذي القيام إليه وقي يسعى نظار غل الأحاديث الصحيحة يدي مسلاين في القيام، قيام الليل عموما. وزيد اذكر الشروط يعني، ومن هذه الشروط أن يكون في الأخلاق وفي فضائل الأعمال وكذا. وهذا الكلام أيضا قاله الإمام أحمد أو يشبه ذلك، الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند إنك إذا تعلق الأمر يعني بالعقيدة وكذا والأحكام بالقطعيات إنك نتشدد
في الحديث في قبول في العمل بالحديث، لازم يكون حديث صحيح أو حسن لذاته أو لغيره. ولكن إذا تعلق الأمر بالأخلاق بأمهات الفضائل إن يتساهلنا. يرفع الأذان وكمل إن شاء الله. الله يبارك. معلش خلل تقني خارج عن نطاقنا. الله يبارك. هو الأذان دائما الأخ كريم جزاه الله خير دائما يتعسى يتسكيد الإشارات، يعني يكون يخدمك بدي يخدم السفر صاب دار الاستثمار. أنا سكت ولكن أعطيهم الصحة. شكرا لكم في كم 10 دقائق. طيب يا سيدي، إذن إحياء ليلة العيد بالعبادة، مردين بالعبادة وين يفغان هذا الأمر مندوب ماشي ضروري. إما العيدة مشطوحة لا قرآن ماشي كان العيدة مشطوحة خاطر مشطوحة هي أصلا رانا في القيام تراويح بعد ما يغدنا نزكى أثناء العيد. يجوز الإنسان الخامس يقوم قبل الفجر مثلا يصلي ما تيسر كما شرح المرة اللي فات في الحديث مثنى وبعدين يختمها بصلاة الوتر، إما بالصلاة نغ بتلاوة القرآن أو بالذكر مطلقا. كذلك الغسل إما يكون ليلة العيد ويندب أن يكون بعد الصبح، يعني قبل الذهاب إلى صلاة العيد. وقي مندوب في مندوب ما إلا يوني ولا من يسوي الزميرة لا يدوش مثلا الصباح إذا ما يدوش لا ذاي ذقيض يدوش. وقي مندوب ماشي أوبليجي داخله في لي زوبسيون، يعني وقي هكا لاجر زيادة هذا مكان يعني ولي الزمان الله يبارك. والأحسن بعد ميك الزور تصريت الصباح، يعني قبالة دياس رزاليت نلايد. وكذلك من المندوبات التطيب الطيب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حبب الي من دنياكم ثلاث الطيب في سائر كل ما يروح يقابل الناس سواء خاصة في العبادات أو في دائما يتطيب. وصلاة العيد يستحب التطيب، يودي يخدم الريحة، هذه يخدم الريحة الذي غفر الناس يزر الناس إلى آخره. وهذا إن شاء الله مما يشيع الفرحة والسعادة بين الناس. كذلك تحسين الهيئة، يعني بنادم مثلا الأظافر ذيك الأظافر وكذا إلى آخره. وكذلك اللباس الجديد ما إلا رسالة جديد اللباس زديا ما إلا ذا الشبحانية خير الأبيض وهكذا. إظهار الفرح في العيد سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقي ماشي كان تقوس العيد وتقوس العيد من باب أولى تقوس العيد قبل ذيك ماكي لقد تفرحض لقد يبان فرح ودي تبان نحزن سمحتي غنساشي وكي دونيت في كوارتوالي مكان الغاشي تقوس العيد يدي قوتياك ويتقلق صحة تصمد فلاسة تبغى تغفر وكذا يكذب كافوسي سكنة كي رسماض هكذا ماشي هكا ونورمال وتيكون لكن شو العيد شو الغاشي كذا وكذا نكون قلق ذي الحيف ذي المحنة إلى آخره. ليلة محمد رسول الله يعني ولا الذوقاقي كنسي يسمى الكاتب الله يذكره بالخير الله يرحمه ثوري يموت يسمى يخدم الكتاب ذا مشطوح يسمى الذوق سلوك الروح. إما ولا نغزيك الجدود نغزيك يقوس العيد ميم يشبح كلش ميم يخلي يشبحنا أثنزيز ديانا ذنزيز ديانا وكذا سراكني وكذا فراغ فراكني غازروني وكذا إلى آخره. هذا هو ذي العيد وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. والعيد يزرع التفاؤل في قلوب الناس. إذن إظهار الفرح في العيد ما تقبض كما كاين سلمة تقبض صا هذه صوت ميك تفرح وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بالمناسبة افتحوا قوسا هنا بعض الناس تروحون تقوس العيد تزورون الميتين والسؤال كأنه منتظر أحيانا نزور الأموات أنه حد نغافر الميتين لا
وتغفر الميتين دقوس العيد خاطر تروح تصوض ثلاوين تصوض فخام وكذا سلتو ما إلا غاساكن يموت تسرون ذينا هذا يمطاون هذا مكتين وكذا خاطر ذي العيد ذي العيد يوني يموت 3 ساعات في ربي بعد العيد راح تتغفر راح يعني تسلم عليهم ماشي كان شرط تقوس العيد. وبعض الناس خدمت كأنها ذو العرف إلى قسمي الاستثناء للمسافر ونسعى الاستثناء مثلا ديال سي وهران سي الصحران شو يساد هذا المخدة يعقد وإنسان كان صبح هذا يغال يبغى يروح هذا يزر يمولانيس يعني يروح هذا يزر الأموات واسن يدعو يجوز له باش غسل العيد هذه يروح غرس الجبان تغل المقبرة ويترحم على والديه ويترحم على أجداده وعلى أقاربه وعلى موتى المسلمين يترحم عليهم والسلام يجوز له. لماذا؟ لأن الأمر فيه استثناء يبغى وتجي ربما منكم اللي صرات له أي غير أخويا صافي هذه ليلة قاسمني الشيخ مثلا الشيخ غادي يروح على مورثيس يعقد ديننا بعد يبغى يروح هذا يزرع وقاعد يموت وكذا تروح هذا يزرع عادي بس نقرا لا يجوز لا نشدد استرحي ومن هذا الحون لا نشدد ولكن في الظروف العادية نصروح على الجبانت ذي العيد نفرح والسلام. وكذلك من مندوبات التكبير ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سورة البقرة الآية 185 هذه الآية يستشهد بها في جواز التكبير قبل الصلاة قبل الفضليث قبل انكر يعني الرزاليث. وكذلك في أيام التشريق بالنسبة لعيد الأضحى الأيام من التشريق الحجاج أذيرين ذي منى عندهم رمي الجمرات وعندهم كذا 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 نحن هنا في هذه الأيام نكبر سأذكر هذا التكبير. وكذلك من السنة أيضا وهذا مندوب الجهر بالتكبير ماشي غير التكبير معناتها نكبر الله سرا أنقيم ذاكي صلاة العيد كل يوم فم كنيس أنسو اسمك شغل جنازة لا. وهذا الأمر يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى سلطان أيضا. الجهر بالتكبير في حديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الإمام البيهقي وغيره. وكاين مندوب آخر اللي هو المشي لغير العاجز إلا هل عبد المالك يروح هذه الزال تزالة العيد هذا يروح فضار ماشي ستوموبيل ما يفعل الحال يفان ستوموبيل ما يقرن خير يروح فضار ما إلا يفعل نغي عجزوري زميرنا هذا يروح في الطوموبيل عادي. إلى المندوب وايض الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر يكون الملائكة تشهد الله يبارك ما تروح السوفري ذاكي ما دوغال سوفري دوايض في كذا كلها مندوبات ما إلا يون بفرد كان يقول لنا واش يسوهر مفهوم. ولكن ما إلا يون يعني يطبق المندوبة يسعى الأجر زيادة هذا ما كان ما يروح الرزال اللي ثاني يروح سيوم بفريد ما ديوغاد سوفري دوايض ذا ندى دنوغالا المدى التكبير أيام التشريق بالنسبة للعيد الأضحى المبارك نكون ذاكي بعد قبل كل صلاة نكبر. تلاحظون إما النغ خدم الشياقي منزل طهور نغ العصر أي تظليث أيام التشريق يكبر معنا مازال غادي جو العيد نكبر وهذا مندوب أيضا شرعا. وكذلك بالنسبة للفطر يعني ما إلا تظليث العيد ثمشطوح يندب الفطر قبل الصلاة خاطر أصلنا النظام يعني نظام أقول رمضان يسد العيد ما قبل نفغ باش نروح نزل صلاة العيد سواء يفكي سواء نغتش تمر أين مثل أين تبغيض قبل تظليث. ولكن ذي صلاة العيد عيد الأضحى العكس الفطر يكون بعد صلاة العيد بعد تظليث العيد تم قرانت تجيك صلاة السلمت ولكن ذا اسمك كان أمر ما قبل الأخير بالنسبة من فقه الإمام
ذي الظليث العيد تمشطوح الند بالتعجيل وقي أمر مشترك بين عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، ولكن الشيء تميز به عيد الفطر أنه يلهاتي وخر شوية، خاطر لان غاشي مع القيام الليل تراويح ولف نعواز أسنسوسع شوية، أهات لن وقدر وغنر الظليث بعد الفجر أسنسوسع شوية، الظل في 8 في 8 وربع 8 ونص، ولكن تظليث العيد الأضحى يندب التعجيل عند حل صلاة النافلة، أي غير خاطر الغاشي ساعة الشغل أروح الأضحية والإمام يروح يسبق يضحي ذنسي زويرا، هذا يندب أيضا مندوب. وبعدين أروح الغاشي ميز ما كين صغير الإمام ميزان خاطئ تجد الوقت الكافي لوصول الإمام، قال نزرب الإمام يحوج 10 دقائق ديال وسط خميس أسند شوية 10 دقائق 20 دقيقة ممكن نضحك، هذه كلها من الفقه ومن الذوق ومن الأدب. وما إلى الإمام يطفي الحال يأذن للناس أسين جماعة كقيل مشغولة أذنت لكم روحوا تذبحوا الأضاحي. والأمر الذي نختم به وهو مهم، لا يمكن أن نتحدث عن صلاة العيدين وهي سنة عين مؤكدة دون الحديث عن فريضة من ناحية العرفية تلحق بالعيدين اللي هي صلة الرحم، أكد التسامح والتصالح. إما إلا نطبقها كشومي السلام بالتفاصيل، ولكن الغشي ولاش المغافرة هي رسم تمصلحنا لها هذا غلط. خطر الأخوة الإسلامية فريضة، ربي ناد إنما المؤمنون إخوة، غس مشحنان غس زعفان غس مغنزان أولا فوق 3 أيام لا من ناحية الشرعية، ولكن ما يليون يغلفيت نفسيتيس مقارس العيد النفوس مهيئة للتسامح والتصالح، وها ربي إلى قد فرصني مذانا ثونيت العيد باش هذا مسامحا باش هذا مصالحا. أمر أخير صلة الرحم. صلة الرحم يتمثل في هذه كل ذوك سكواسياك النبي عليه الصلاة والسلام يوصى يغد في الأرحام، ويناد في حديث آخر يناد ليس الواصل بالمكافئ، ماشي وين دي قرض نغور كتقرض غورس، وين دي سلم فلاك كتسلم فلاس، وين يزمن تيزمض يدس خاطي، يناد ليس الواصل بالمكافئ. وفي حديث آخر يناد لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقي من أحاديث الوعيد باش مثلا يقد زمن يزوران نسن أو كذي مولان دوثماثن دلعمهم ذلخو إلى آخره، هذا أمر لا يجوز حتى ولو حافظ على الصلوات والسنن والمستحبات، ولكن ضيع الفريضة اللي هي صلة الرحم. شبير بيت مثلا وإذا المغافة نخدم لي العوايد النغ الزر ثوليين يعني قال ثولي تسراجو ذقوس العيد وراتي دي غفرا، ومن ذي عارضة الاتهام اللي خلاف أكيني جما ميم ذي العواشر وذي زرارة، وكأن ثوليثني السمحاك السقوسي عجبات شو سعاك أكيني ذي العواشر مكتيد شاريد ثبوث أكني تسفرحض إمولان ذي زوران أكني أكي فرح ربي سبحانه الذي جعل ربه السنة غاك ذي العيد وذا غصة ربي الدوث الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.